السلام عليكم متابعينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير. اليوم نوعية جديدة، واليوم حلقة جديدة وبرنامج جديد في التغيير والتنويع في قناتنا، وإن شاء الله تنال إعجابكم. فمن ضمن زيارتنا لمراقد أهل البيت عليهم السلام في كربلاء، حبيت أن تشاركوني بزيارة المتحف الإسلامي الموجود في العتبة. حقيقة انبهرت واندهشت من الأدوات ومن الأشياء الموجودة في المتحف التي تعود إلى مئات السنين من العهد العثماني وإلى قبل العهد العثماني. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وطيبة وجميلة وتنال إعجابكم، وإن شاء الله في المقاطع القادمة عندي لكم هم زيارة ومقطع لأسواق كربلاء، وأتمنى لكم مشاهدة جميلة. عند دخولي للمتحف كما تشاهدون بعض الأشياء الذهبية أو المطلية بالذهب، مثل التوج الملكية حقيقة، والسيوف والقلائد النسائية كما ترون، أغلبها من الذهب وأغلبها من القصدير. وهذا تاج أهدي إلى الرادود الحسيني ملا باسم الكربلائي، وقد تبرع به ووضعه في المتحف كما تشاهدون. أعزائي المشاهدين، أحبائي أينما كنتم، حقيقة مقتنيات فريدة من نوعها، وعندما تشاهدها ترجع بك الذكريات إلى مئات السنين، سواء كانت في العهد العثماني أو في العهود السابقة. كما تشاهدون أشكال هاي القلائد المصنوعة من الذهب والأساور الموجودة، هذه الأشكال التي كانت تستخدم في قديم الزمان، حقيقة أشكال جميلة. وهذه أيضا نوع من أنواع القوارير اللي كانت تستخدم في العهود السابقة أو العقود السابقة، السنين السابقة العائدة إلى العهد العثماني، أكثريتها تعود إلى العهد العثماني. هذا الباب الذي كان موجود سابقا، وهذا كان حجمه، وهذا كان قياس الحضرة. حاليا جدد في حجم أكبر وأوسع وأجمل، واللي يتناغم مع حجم الزوار ويتلائم مع العدد الكبير من الزوار. حقيقة باب ذو نقشات جميلة وروعة في النقش، تدل على الإبداع الموجود والفن التشكيلي. هذه أيضا معرض أو جانب من خانة السيوف المستخدمة، اللي مكتوبة السيوف للسلطان أحد سلاطنة الزمن العثماني. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. حقيقة السلطان سليم خان العثماني. حبيت أن تشاركوني بهذه المشاهدات وبهذه الأدوات الجميلة، بهذه المقتنيات القديمة من السيوف المصنوعة من الحديد ومن الذهب ومن القصدير، وأنواع المعادن الموجودة حقيقة، وأنواع وأشكال السيوف. حقيقة
تشاهدونها بالحقيقة يعني بالعين أفضل من الكاميرا. هذا الزي، اللباس المقاتل الفارس العربي القديم. وطبعا كل تشكيلة أو كل نوعية موجودة معلومات مكتوبة توضح بأكثر من لغة، توضح تفاصيل المعروض. إقبال شديد على المتحف. كما ترون نوعيات جديدة من السيوف والدروع، وهذه أيضا نوعيات جديدة من السيوف، اللي كبيرة واللي صغيرة، وأنواع المعدن المستخدم بها. وهذه أيضا الخناجر والرماح والسكاكين المختلفة الأحجام والقياسات، وأنواع المعادن المستخدمة في تلك الحقبة، أنواع جديدة وأشكال مختلفة تدل على الفن التشكيلي وعلى الأدوات المستخدمة في قديم الزمان. هذا أيضا الساطور أو السيف أو الطبر، وهذا الدرع، وهذا أيضا هذه الزي الدرع الملبوس، وهذا من نوع من أنواع الساطور. وهذه حقيقة آلات يعني أدوات مستخدمة للجندي الإسلام، يعني الجندي العربي الإسلامي. انتقلنا إلى حقبة جديدة، من حقبة السيوف إلى حقبة البنادق المستخدمة، بنادق الفلاحين والمزارعين والشرطة، أيضا في العهد العثماني. حقيقة مناظر ومشاهد جميلة تعبر عن التراث، وتعبر عن العلم الموجود في كيفية صناعة الأسلحة الحربية. أنواع من الأسلحة تستخدم بها، أعتقد السكم، الحديد، كريات الحديد أو البارود، وأشكال وأنواع مختلفة مصنوعة من الحديد والإطار الخشبي. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، أنواع مختلفة، اللي مستقيمة واللي منحنية. وانتقلنا إلى حقبة جديدة اللي هي المسدسات المستخدمة أيضا، والعتاد الموجود. حقيقة أشكال جديدة وأنواع جميلة تدل على أن العالم في تطور من قديم الزمان من ناحية الأسلحة الحربية والدفاع عن النفس، لتجهيز الجيوش للمقاومة ضد المحتلين وللدفاع عن الأوطان. كما تشاهدون مسدسات مصنوعة من الخشب، من أنواع الجيدة الأصلية المركبة مع الحديد وبأشكال مختلفة. انتقلنا إلى نوع من أنواع حقيقة اللي احنا نسميها المزهريات أو حاملات الشموع، بأشكالها وألوانها وزخارفها الجميلة، مصنوعة من مادة النحاس أو مادة البراس أو الحديد. أنواع مختلفة
حقيقة القدور أيضا، والقوارير والسنادين، السندانات، كلها موجودة في المتحف الإسلامي الموجود في العتبة الحسينية والعتبة العباسية في كربلاء المقدسة. وهذه صور لكربلاء القديمة المحاطة بالنخيل والبساتين. وهذه أيضا نوع من أنواع الساعات القديمة اللي حاليا نادرا ما تكون موجودة في البيوت كتراث وأنتيكات. ساعة كبيرة جدارية. وهذه اللالات أو السراي، ولكن ليست من الشكل العادي، إنما هو شكل من أشكال المستخدمة في البيوت والسلاطين، بيوت الخلفاء، فتكون بهذا الشكل الجميل من الزجاج الملون. أشكال جميلة ومنوعة. أيضا هذه نوع من أنواع الأقفال والمفاتيح كبيرة الحجم والمختلفة، مصنوعة من النحاس والحديد والقصدير، أنواع مختلفة وجميلة، دلالة على التطور الموجود في تلك السنين. انتقلنا إلى خانة أخرى، خانة الأعلام والبيارق والقرب، قرب الماء. وهذه أيضا نوع من أنواع الثريات التي تحمل الشموع. أدوات تستخدم منزلية، هذه التي يضعون بها الشموع تضيء في البيوت، حاليا تعتبر من التراث القديم، يوضع بها الزيت وتضيء. هذه نوع من أنواع اللي تسمى بالمجوار. حقيقة هذا الشباك القديم. انظروا أعزائي المشاهدين أيضا إلى هذا القدر الكبير، حقيقة مشاهدة ممتعة، والقدور أو المختلفة. وهذه الجربة، وهذه الكفوف اللي توضع في البيوت لدفع الحسد